السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ شفتوا بقى الكرشة الحلوة الجميلة دي؟ النهاردة هنعملها مع بعضينا. لو عندك لسه كرشة من العيد، يلا تعالى نعملها مع بعض. هنا انا معايا الكرشة اهي، منضفاها وغسلها بملح وخل وبليمون. شوف شكلها عامل ازاي، غسلها غسلة تمام وغسلة كويس. يلا بقى تعالوا على النار هنشوف هنعمل ايه. شوفوا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى حاطه انا حله على النار فيها ميه بتغلي. انا هرمي الكرشه فيها، هخليها تاخد غلوه يعني تقلب قلبه، وبعد كده الميه دي هكبها واحط لها ميه جديد. كده كانت خدت معايا غلوه اهي، هبدا بقى اتخلص من الميه دي واحط ميه جديد. هعينها اهو اطلعها. دي لو فيها اي ريحه اي حاجه بتقضي عليها. كده خلاص انا كنت طلعت اهي. هحط بقى حله على النار فيها بصل وطماطم وورق لورا، واروح منزله فيها الكرشه. انا متاكده لما تعمل الطريقه دي مستحيل تغيريها، حتى لو ما كنتش بتاكليها بعد الطريقه دي هتاكليها. وفيها تركايه جديده كده فعلا هتبقى حاجه جنان. شوف شكلها عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهاش اي حاجه. هنا بقى معايا بابريكا ومعايا كمون وكزبره ومرق الدجاج وفلفل اسود. هقلب بقى كله ده مع بعضيه واسيبها بقى لما تستوي. وتعالوا على النار نعمل الصلصه. معايا هنا بصليه على النار هحمرها. هقلبها الاول شويه. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدوسولي شير ولايك وسبسكرايب. هنا بقى معايا توم، هنزل بالثوم مع البصله هشوحها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا من ضمن الناس اللي ما كانتش بتطيق ريحتها ولا بتاكلها، بس قسما بالله فعلا بقت يعني مش قادره اقول لكم. نضفيها بس انت كويس وانت هتحبيها وهتاكليها. هنا كده معايا توم وبصل وحمرته مع بعضيهم ونزلت عليهم بالصلصه، ونفس البهارات اللي انا كنت حطاها في الاول هحطها في الطماطم. ولو عايزه تستكفي عادي بالملح بس ما تحطوش بهارات عادي، بس دي هتطعمها لك اكتر. هسيبها تتسبك بقى وبعد كده هرمي فيها اللحمه. كده الكرشه كانت استوت معايا، كده كانت تمام، كانت خلاص. هطلعها بقى واحطها في الصلصه بتاعتها. بصوا بقى يا جماعه، طبعا هما دايما بيعملوا الكرشه بالصلصه بس. انا المره دي هحط فيها بطاطس. البطاطس دي عمرك ما هتاكلي بطاطس زي البطاطس اللي بتبقى بتاع الكرشه دي. انا الكرشه يعتبر معايا هتكمل سواها في البطاطس، يعني مده وقت البطاطس اللي هتستوي فيها هتكون الكرشه كملت سواها فيها. اعمليها بقى بنفس الطريقه دي وانا متاكده انك هتدمنيها. شوفوا بقى كده كانت خلاص البطاطس استوت معايا والكرشه استوت معايا. حاجه كده والله العظيم فعلا طبق جميل. حتى الناس اللي ما بتغمسش بالكرشه هتغمس بالبطاطس. ويا سلام بقى لو عندك عيش بلدي. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك ما تنسيش شير وسبسكرايب وتشتركي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.